السلام عليكم المتابعين ديالي. راني جبت لكم قصة جديدة. عنوان القصة: قصتي مع بنتي وراجلها. ما تتخيلوش شنو شفت عندهم. غادي نعاود لكم شنو وقع ليا ديك النهار. انا سميتي امال. ديك النهار جات عندي بنتي وراجلها باش يتعشاو عندي، ولكن ديك النهار تعطلوا عندي. قالت لي اليوم ما غاديش نمشيو حتى الغدا. قلت لها صافي مرحبا بك، راه بيتك مجوده كيف ما خليتيه. المهم ملي عرفوا راسهم ما غاديش يمشيو، جلسنا عمرنا اتاي ومجمعين. ملي عيينا مشات هي لبيتها، انا ديك صافي حتى انا مشيت لبيتي. ملي دازت نص ساعه مشيت نشرب في الكوزينه. حتى كنسمع بنتي وراجلها كنت انا واحد البطوليه، خاصني نشوف وخاصني نسمع الحاجه اللي دازت قدامي، ما خصنيش نفوتها. وانا نطلع عليهم من ديك الفتحه ديال الساروت. هادشي كان فيا من صغري، قبل ما حتى ما نولي ام وانني نتزوج او لا نولي جده. واللي شفتو خاصني نعرفو. يعني راه ماشي تسالي بزاف. المهم النهار الثاني في الصباح خرجوا من بيتهم وكان عاجبهم الحال. بديت كنفكر كيفاش غادي نجيب هاد الراجل بنتي، بغيت غير نهضر معاه شويه، لكن اللي كيدور ليا في بالي حوايج اخرين وبصراحه هو عجبني. بديت كنقول كيفاش غادي نبدا ليه ونهضر معاه ونقول له شنو كاين، ونقول له كاع داكشي اللي شفت. انا كنت مزوجه راجل ما خصو حتى شي خير، لا من ناحيه فلوس لا حتى شي حاجه. كان عنده فلوس كتير واملاك كتير، راجل لاباس عليه، وعندي معاه ديك البنت خاف علينا، خاف من خوتو ولاد عمو لا يدخلوا معانا وعارفهم غاديين يجيو غاديين يخرجونا حنايا، خصوصا من هاد الشيء اللي حنا ساكنين فيه وضربنا فيه تماره معاه. داكشي علاش كتب لينا هو مازال عايش. المهم انا فاش ولدت هاد البنت ولدتها بواحد العيب خلقي، وبطبيعه الحال اي واحد كان غادي يجي وغادي يبغي يتزوج بها فاش كبرات راه كان غادي يشوفها. ولكن